بعيد عن الشغل اللي بتعمله على الجهاز، في عناصر شديدة المتعة والإبهار. هل أشتري الأجهزة الجديدة دي ولا هتروح عليها قريب؟ وهل في عندها نقاط قوة ممكن تعجز الأجهزة التقليدية؟ فيديو النهاردة ملوش أي لازمة بالنسبة لك لو أنت لسه بتفكر بطريقة إن جهاز الكمبيوتر هو جهاز من نوع ونظام واحد. هقول لك نصايح تختار مين فيهم لو ناوي تشتري. ليه البنش ماركس ما بقتش تنفع للمقارنات بين المعالجات؟ وضحت الفرق بين معمارية الاكس 86 والار في الفيديو القديم. طبعا انا عارف ان كلمة اوبتمايزيشن دي بتضايق الناس الحزيقة. انا هقسم مستخدمين الكمبيوتر لنوعين، النوع الاول هو المنتج والنوع الثاني هو المستهلك. زمان كان الهدف انك تعمل جهاز قوي بغض النظر عن المستخدم. في بقية الفيديو هحدد كام استخدام للكمبيوتر زي الألعاب والمونتاج والحسابات والهندسة، وهشرح من خلال يوز كيسز ازاي ممكن ارم يعجز الاكس 86 وظروف تانية الاكس 86 يعجز الار. وطبعا اني اجبرك تستخدم برنامج نيتف بدل برنامج مثلا تاني انت متعود عليه، ده في حد ذاته عيب. ولكن في اي اب سكيلر مثلا زي الدي ال اس اس، وده مزيج من الهاردوير والسوفت وير. السوفت وير فيه هو الاي اي موديلز المستخدمه لرفع جوده الصوره، وبتشتغل على هاردوير مخصوص في كروت انفيديا، نواته هي سبيشاليزد كورز كده اسمها التنسور كورز. كمان من البرامج الهندسيه الغير موجوده على الجيل الجديد برامج زي كاتيا وسوليد ووركس، ودي بتضعف من الاجيال الجديده جدا في مجال التصميمات الهندسيه. لو انت نازل تشتري كمبيوتر حالا، خليني اسهلها عليك شويه زياده كمان واجاوبك انا لو مكانك دلوقتي حالا انا هعمل ايه.